بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتعلم ازاي نعمل بيرول بطريقه سريعه جدا، ما تاخدش مننا وقت وتاخد مننا تبقى داتا سريعه، بحيث ان احنا على طول كل شهر نبتدي ان احنا ننزل موظفات مرتبات الموظفين، ما ياخدوش وقت يعني ونضيع وقت كتير في ان احنا نعمل كوليكشنز وتاخد مننا وقت كتير جدا. طيب، انا عندي مثلا هنا سيلز، وفي كل واحد من دول عنده السيلز والتارجت بتاعه، ومثلا في شيت تاني في البردين بتاعه جاي لي كل موظف البردين بتاعه لو بدل الانتقالات وكده، لو بيروح في حته دبل بيمنت نفس الكلام. وعندي هنا الديسكاونت لو هو واخد لونز او عنده ديسكاونت. طيب، انا هفتح هنا بيرول جديده خالص. تمام. وهروح الاول بس اروح عند شيت السيلز ده، واروح رايح هنا عند فايل وكلمة انفو، واختار حاجة اسمها كوبي باس. مجرد بس ما تدوس عليها، بعد كده هتروح عند الشيت اللي انت عايز تجمع فيه الداتا وتقول له فروم ويب. تمام. يطلع لك اللينك ده، تقول له اوكي. ماشي. وتقول له هات التيبل اللي اسمه سيلز وتقول له لودد. اوكي. تلاقي ظهر لك كده المنظر ده ونزل لك كونكشن بالمنظر ده. طيب، انت هتيجي هنا هتقول له هات برضو. انت كده خلاص خدت شيت السيلز، فانت تقفله عشان بس ما تلخبطش نفسك. خش على اللي بعديه البرديم، هتقول له فايل وانفو برضو نفس الكلام، وتقول له كوبي باس، وتروح هنا عند الهوم عند الداتا وتقول له فروم ويب وتقول له اوكي. طيب، انا هعمل بقى الخطوات دي، هتمشي بقى واحده واحده على كل شيء، تقول له برديم وتقول له لودد. انا بس اوقف الفيديو هنا، هعمل الخطوات دي بحيث ان انا ما اخدش في وقت كتير في الفيديو. تمام. طيب، نكمل. خلاص، انا نزلت الداتا زي ما انت شايف كده هنا، كلها اتجمعت في شيت واحد زي ما احنا قلنا بالطريقه اللي فاتت. هاجي بقى اروح عند كلمه داتا واقول له كومباين ميرج. اروح جاي عند اول تيبل، انا بقول له اختار البي رول وما تتشهرني مع الدبل، واختار الاي دي لان الاي دي عندي هو اليونيك. هتقول له اوكي، هيفتح لك الشاشه دي. تمام. هتقول له اول حاجه ميرج تاني. خلاص، احنا خدنا بيرول مع الدبل. طيب خلاص، الدبل كده تمام. هتاخد البرجيم وتقول له الاي دي مع الاي دي وتقول له اوكي، وتقول له ميرج تاني الديسكاونت وتقول له الاي دي مع الاي دي، تقول له اوكي. تروح ميرج تالت وتقول له متهيألي خدنا السيلز ودي الاي دي مع الاي دي وتقول له اوكي. طيب، هنا تروح جاي عند تشيك هنا تقول له كلهم هات الدبل بيمنت بس، والبرجيم هنا تختار وتقول له هات البرجيم بس. وهنا التيبل ديسكاونت تشيله وقول له هات الديسكاونت واللون بس. والسيلز قول له هات السيلز والتارجت بس وتقول له اوكي. زي ما انت شايف كده، تقول له كلوز اند لودد. تمام. هيفتح لك كوليكشن كده وهيجي لك هنا حاجة بتاع جديد باسم ايه ميرج. هتقول ده هنا، دي هتسميها داتا سيت. اوكي. طيب، الداتا سيت بقى دي هنيجي نحسب بقى عليها حاجة حاجة من الحاجات اللي احنا كنا بنحسبها. طيب، أول حاجة لو أنا عايز أحسب الانسنتيف. تمام. والله بيقول لي الانسنتيف، خد بالك كده، بيقول لك والله الراجل ده هياخد 2% عن أي مبيعات بيكسيد التارجت. هنلاقي إن التارجت هنا موحدينه 25,000 عشان التسهيل. فقال لك أي اكسيد 25,000 ياخد 2% على الزيادة. تمام. ما اكسيدش خلاص ما ياخد المرتب بتاعه. تمام. فهنقول والله نختار حاجة اسمها ifs، مش if، هنختار حاجة اسمها ifs. هقول ده لو أكبر من ده إيه اللي يحصل يا عم؟ قول له والله اطرح لي ده. نفتح قوس بس الأول أحسن. أهو نفتح قوس، قول له اطرح لي ده ناقص ده، وده اضربه لي في 2%. تمام. طب لو مفيش يا عم، والله لو مفيش ده ناقص ده، لو مفيش قول له ده ناقص ده أقل، أو لأ ثانية واحدة أنا آسف. لو التاني لو هو أصغر من لو قلنا السيلز أصغر من التارجت قوله لي زيرو. واقفل القوس على كده، هتلاقي المعدل اتشدد زي ما انت شايف هنا. بص، كل الناس اللي مش اكسيدز الانسنتيف بتاعهم زيرو. طيب، قال لك والله خدنا كده الدبل بيمنت. الدبل نقول هنا بي
دبل. هنقول والله لو الراجل ده اشتغل بياخد مثلا يومين، فانا بقول له والله في الشهر هو بياخد ده مرتبه وبيشتغل 22 يوم. هنقول بس خليها أبسط احسن، ده هو بيشتغل 22 يوم، تمام، على 22 يوم عشان اجيب اليوم بكام واضرب في الدبل بيمنت بتاعه واشد المعادله كده، هي اوتوماتيك هتنتهي. طيب البردين، البردين بيقول لك مثلا بياخد 100 جنيه في اليوم، بردين بي مثلا، بردين بي بيقول لك والله هو بياخد كام، بياخد 100 جنيه في اليوم، فانت هتقول له والله 100 في توتال البردين اللي هو جاي لي هنا وتنزل لك اوتوماتيك. طيب الديسكاونت، ديسكاونت بقى الراجل عمل مصيبة مجاش في يوم، ديسكاونت فعمل حاجة فما عملش، فأنا والله الراجل خصم له يومين، تمام، فأنا هقول له هنا والله آدي السالري بتاعه وبيشتغل 22 يوم، تمام، واضربه في الديسكاونت واضربه في سالب واحد عشان نبقى بالسالب. فانت زي ما انت شايف كده انت كله ايه بالسالب، يعني حتى لو عملنا هايلايت تقول ازاي من زيرو يطلع لي ايه بالسالب. اوكي طيب كده احنا عملنا الديسكاونت. طب عليه لونز وبيتخصم منه نفس الكلام، بس هو هنا بتبقى جايه لي فانا اقول له يساوي واحط سالب واحط كلمه فين اللونز اهي، تمام. طيب كده هنقول هنا اول حاجه الجروس سالاري، هنقول له بقى اجمع لي، احنا خلينا دول الحاجات اللي احنا عملناها كحسبة، تعالى كده نديها مثلا لون اسود وهنا الخط يكون بلوت. اوكي فنقول والله الجروس اجمع لي صم كده، صم دول زائد السالري الاساسي اللي هو بياخده، تمام، فتلاقي لي هنا ايه الجروس سالري. في عندي حاجة اسمها سوشيال اللي هو الانشورنس بير امبلوي اللي هو حصة العامل، في الغالب في مصر متهيألي بتبقى 14% على ما أعتقد على أصل المبلغ. بنقول مثلا ده السالري في 14%، ودي بالسالب برضو نضربها في سالب واحد عشان دي هتتخصم منه، تمام. في انشورون باي كومباني بقى، الكومباني متهيألي كانت بتاخد 24 على ما أعتقد، مش فاكر بصراحة النسب كام يعني عشان بس من الحاجات دي مشتغلتش فيها بقالي كتير، بس أنا بس بوريك الفكرة يعني. 24 وده اللي هيتخصم من حساب الشركة. اوكي طيب خلصنا كده. هنقول مثلا في عندك الستار تاكس اللي هو البيرسونال تاكس اللي هو بتدفع اللي هو البيرول تاكس وكده، ده بيقول لك مثلا بتجيب الجروس بتاعه. طبعا الحسبة احنا هنحسبها كده حسبة عبيطة يعني، بس هوريك الفكرة بتتحسب ازاي. بياخد الجروس بتاعه بيقول لك يضرب الجروس بتاعه في 12 شهر، تمام، وال 12 شهر دول اضربهم في مثلا خلينا نقول 10% لو هم بياخدوا، طبعا عارف انها شرايح وقصة كده بس عشان اختصار الوقت مش هنعملها، واقسم الكلام ده على 12 فهيطلع لك حصة الموظف كام. ده كده حصة الموظف واضربه برضه في سالب واحد عشان ايه يبقى نازل بالسالب. يبقى هنا هنقول بعد كده النت سالاري، تمام، النت سالاري بتاعنا بيساوي كام. هتقول له والله النت سالاري بتاعي هات الجروس زائد ده زائد ده، لان دي الحاجات اللي هتخصم منه فده السالاري اللي هيطلع بتاعه، تمام. كده بقى احنا خلصنا حسبة المرتبات بسرعة جدا طيب هنيجي مثلا نعمل ايه بقى. عندنا مثلا حاجة زي ديبوزيت سليب كده، تمام، نفتحها، ماشي، تعالى نشيل كل الكلام ده نقول انهايد. بتجيب اسامي الموظفين وتحطهم هنا في داتا في حته كده البتاع، وتيجي عند كريدت لوج مثلا حاجه زي هنا وتروح حاجه هتعمل حاجه اسمها داتا فاليديشن، تيجي من هنا تقول داتا فاليديشن اختار الليست، بعد كده روح الاكستنشن بتاعك قول له اختار لي دول، تقول له اوكي. طيب هنا زي ما انت شايف تعالى نعمل كده بس ونجيب المسميات اللي نازله هنا اهو، وتروح جايبها كده وحطيتها له بالعرض ترانسبوز بس، وتخلي الكلام ده كده يبقى زي ما هو، تمام. هتقول والله في لوك اب وثبت الاسم بتاع الشخص،
وتروح عند الداتا بتاعة الشيت بتاعنا اللي هو ده، وتقول له هات لي من أول اسم الشخص لحد آخر الشيت. آخر الشيت بكام بقى؟ آخر الشيت لا مش 14، لا ثانية واحدة أنا آسف، الشيت ده كده من أول هنا لحد آخر الشيت 19 وثبته. تمام. وقول مثلا أنا عايز أشوف بس من أول 11، قول زيرو. عايزين نشوف أول حاجة الانسنتيف. هنا الانسنتيف بكام؟ ب400. الرقم كام هنا؟ انسنتيف 459. لا أنا عايز بس إيه، معلش أنا آسف. رحت كده عند الداتا. تمام. وتقول بيرول، أنا عايز أشوف بس أول حاجة أول رقم كام. هنا 10. ماشي أوكي 10. نقول له 10 خد زيرو. بعد كده تشد المعادلة خالص لحد آخر حاجة. تمام. تيجي عند ال10 دي، ودي تخليها 11. تمام. 12، 13، 14. هو على نكمل بقى على كده 16، 12، 16، 17، 18. تهيألي هو كده واخد لحد التاكس ولا حاجة، في بعد كده نت سالري آخر حاجة تحت. تمام. فأنت هتشوف هنا كده لو قلنا بليز ده، لو أنت بصيت هنا هتلاقي 4602 أهو. 4602، 4602 اللي هو السعر. طبعا في طريقة بقى عشان مطولش الفيديو، أنا ممكن أخلي كل واحد يتبعتله بالديبوزيت سليب ده بالميل أوتوماتيك على طول، إن هو تبقى رايح يبقى هنا في التفاصيل بتاعته والحاجات اللي بتتخصم منه واللي ما بتتخصمش منه، وعلى طول كده. طب يا عم أنت جيت دلوقتي بتقول الكلام ده و... طب انت كده بتقول مثلا انت حاطط في الفيديو ان انت بتعمله 30 ثانية، ده الكلام اللي انت عملته ده تعمله مرة واحدة. طب بعد كده بقى هات بقى الشيتات الأصلية اللي جت. لو انت جيت مثلا عند السيلز، خلينا ناخد مثلا هات السيلز كده. ماشي انا اوريك بس الحسبة بتتغير ازاي. لو انا جيت عند واحد مثلا زي مثلا انا عايز اشوف اول واحد اللي هو بليزد ده مثلا. بليزد مثلا هنا مبيعاته 24,090. أنا عايز أخليها له 100,000 عشان بس أوريك، أو مليون عشان يبقى الرقم باين. كل اللي عليك بقى بعد كده طبعا الداتا دي بتتغير بكل شهر، بتجيلك الداتا جديدة، فمجرد بس أنت تسقطها هنا. كل اللي أنت عليك هتروح عند الداتا، ودي بقى التركة اللي بقولك عليها. هتعمل إيه؟ تدوس ريفرش بس. خلصت. وصلت. تمام. وهتلاقي كل الداتا بتاعتك اتغيرت هنا زي ما أنت شايف كده. فهمت قصدي؟ بس ده بقى ازاي تعمل مرتبات في 30 ثانية. فانت كل عليك هتاخد الداتا، تروح تحط الشيتس، بعد كده تحط الحاجة بتاعتها، وتلاقي الداتا كلها اترفرشت وبقت تمام وزي الفل، وتبقى انت مظبط اللينكات. ومجرد كل اللي عليك ان انت لما تيجي اول الشهر تجيلك المرتبات، تاخد الحاجة دي بس تسقطها في الشيتات، تدوس ريفرش، اتعملت بالظبط في 30 ثانية. شكرا.